يقول لك زينب بنت الديوانيه جايه تنظف بالحوش تسوي مكان للسياره. على وحده متبرجه تستاهل، روحوا يقولوا على مرض شهيد مرض فقير. شلون زنيبه تعطيها هديه؟ شلون بنين الموسوي تهاجم زينب بنت الديوانية بكلام غير أخلاقي، وزينب ترد عليها، وطبعا هذا الشيء كله بسبب سيارة أبو جنة. خلونا نشاهد هذا الفيديو سوية. يقول لك زينب بنت الديوانيه جايه تنظف بالحوش تسوي مكان للسياره. زينب بنت الديوانيه حطت السياره بالجيب وطلعت، غير لو هي والله تستاهل تستاهل والله تستاهل. اي تستاهل، كل بنات العراق يستاهلون والله، الله يرزقهم. عم بنين هم تستاهل. شنو هم تستاهل ما تقدر باسكل تدعم، ما تقدر. ايش تسوي؟ على الله، على وطن الله يرزقهم الحبيب المصطفى. والكعبه راح ترمينا والله. لحظه بدي اعلق على موضوع. من تقولون على وحده متبرجه تستاهل، روحوا يقولوا على مرض شهيد مرض فقير تستاهل من واحد يطيها. مو تقولون الوحده تكبيس. كبس سهل يا عيال، كبس. النت عندي ضعيف والله العظيم، ما اعرف اطلب اصلا متاثر. معمود دلوقتي عم تسولف. ما علينا، احنا ما نحكي عن الناس، ما نحكي عن الناس. والكعبه النت عندي ضعيف. عفون جبن وحطوا العوائل الشهداء ضاله بالبرد. جاي يطون الوحده دحه سايبه زعاطيتها ودايحه. والله يا عوائل الشهداء تستاهل. ما تطل وحده مين ما كانت برجه. بنات صارت ضجه بين المشاهير، مشاهير العراق مالتكم صار بيها ضجه على مود السياره مال ابو جنه. كون الله هيك ويعطيني السياره ابو جنه، صارت ضجه كبيره بين المشاهير مالتكم. ابو جنه صارت ضجه كبيره، لازم تعطيني سياره ابو جنه. وين الله يهديك تعطيني السياره. صار بين مشاهير العراق، عمالقه العراق. يا بكون ابو جنه يسويها ويحرق ارواحتهم. الله الله، اليوم في 3 احد يا رب. وين تلقى ابو جنه لما طابعه الديوانيه؟ الله هيك هاي الله نقلوبهم هيك ينطح طحنا. بس كون الحظ يسويها وينطب ابو جنه للديوانيه. وسوق انا شو حط لهم اغنيه. شو حط لهم؟ اذا سواها ابو جنه اللي تصير ضجه كبيره كلش كبيره. يا ويلي شلون زنيبه تعطيها هديه؟ شلون زنيبه يا لهوي يضلني صحيحا. يا لهوي شلون زنيبه تعطيها؟ يا لهوي يا خراب